حقائق اكتشفتها عن الرجالة. 90% من الرجالة مش demisexual زينا كستات. بمعنى مثلا انتي أعجبتي بحد، مثلا هو اتقدم لك، اتخطبتوا، اتجوزتوا، جبتوا عيال. انتي طول الفترة دي مفيش حد بيلفت نظرك غير جوزك وبس. جوزك هو محور حياتك، عينك ما بتزخش على راجل تاني. انت كده اسمك ديمي سيكشوال. الرجالة بقى، 90% من الرجالة، مش عايزة أعمم، 90% من الرجالة عكس الديمي سيكشوال. بمعنى ان هو ممكن يكون بيحبك ومخلص ليكي، بس برضو عينه تزوغ على بنت تانية و... ويتخيل نفسه معاها. هي دي طبيعة بيولوجية للأسف، يعني قليل قوي اللي مش بيكونوا ديمي سيكشوال. حتى الرجالة اللي بتطلع تقول إنها ديمي سيكشوال بيتم اتهامهم بدعاء المثالية، وهم فعلا ممكن يكونوا ديمي سيكشوال. فتعريف الديميسيكشوال معناها هو الانجذاب العاطفي والجنسي تجاه شخص انت عارفاه، انت بتحبيه، وبيكون شخص واحد فقط. الراجل ممكن يكون في حياته واحدة بس يميل للانجذاب الجنسي تجاه ستات تانية. وهنا يجي دور التحكم بالنفس. بمعنى ان ممكن يكون راجل في واحدة ست في حياته عادي، مراته بقى أو خطيبته، بس هو يقدر يعمل كنترول على الغرائز بتاعته. حتى لو هو مش ديميسيكشوال، يقدر إن هو يكون إنسان محترم، ما يبصش، ما يخونش. وده الفرق ما بيننا وما بين الحيوانات. الحيوانات ما عندهاش حتة التحكم بالنفس زينا كبشر. فالحاجة الوحيدة اللي تعيب الراجل هو إنه ما يبقاش عنده القدرة إنه يتحكم في نفسه، فما يبقاش في فرق ما بينه وما بين الحيوانات.